السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مستمرين مع بعض في معجنات المدارس الاقتصادية السهلة الهشة الخفيفة. شايفين شكلها اللهم بارك. تعالوا مع بعض اقول لكم انا عملت الكمية دي كلها بايه. انا عملتها بنص كيلو دقيق وشوية مية مش اكتر من كده. مطلعة كمية حلوة جدا، 15 او 16 قطعة من الفطاير المحشية، هتغنيك عن اي حشوة. حشواتها اقتصادية وسهلة جدا، وشايفين شكلها ونتيجتها اللهم بارك تحفة. شايفين الشكل، هشة وخفيفة ومغذية جدا لأولادك، وحاجة نظيفة انت عاملاها في بيت. ودي الكمية كلها زي ما انتوا شايفين تحفة اللهم بارك، طرية جدا وهشة وخفيفة. وكل ده زي ما اتفقنا ان ده من نص كيلو دقيق. هقطعها معاكم واوريكم كمان الحشوة بتاعتها وقد ايه هي خفيفة وطرية. بصوا شايفين الحشوة قد ايه غنية جوه. غيري في الحشوات زي ما انت عايز. انا بس بوريكي المعجنات بتاعتنا تحفة، سواها من تحت ومن فوق. جميلة يا جماعة. اتمنى ان انتوا تجربوها، الوصفة بتاعتنا تعجبكم. تعالوا بقى بينا نصلي على الرسول ونشوف هنبدأ نعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا بولة نضيفة حطيت فيها كوباية مية. كوباية مية من الحنفية عادية جدا. هنزل عليها كمان بباكت خميرة، وهنزل عليها بمعلقتين 2 كبار سكر. هقلب بقى المكونات بتاعتي كده مع بعض. لو انت حابة في المرحلة دي تستغني عن المية وتشتغلي بالحليب براحتك خالص. ولا كمان لو انت مش متأكدة ان الخميرة بتاعتك بتتفاعل او شغالة، اركنيها شوية لحد ما تعمل معاكي فقاعات وتحسي كده ان الخميرة بتاعتك تفاعلت وتشتغلي بيه. هنزل ببيضاية كبيرة واقلبهم ادمجيهم كويس جدا المكونات دي مع بعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنزل كمان بمعلقتين 2 كبار زيت. انا مش مستخدمة في الوصفة كلها ربع كوباية زيت، ودي كوباية صغيرة هاخد منها معلقتين وهسيب معلقتين في نص العجينة هنقول هنعمل بهم ايه بالطريقة دي. هنزل كمان باخر مكون معايا اللي هو معلقتين 2 كبار خل. اتأكدي ان المعلقتين يكونوا كبار. الخل محسن طبيعي للمعجنات. هركن بقى المكونات السايله واجيب المكونات الجافه بتاعتي اللي هي عباره عن ايه، عباره عن 500 جرام دقيق عليهم نص معلقه ملح صغيره. اقلب المكونات بتاعتي كده كويس مع بعض. هنزل بقى بالمكونات السايله بتاعتي اللي هي الخميره والزيت والسكر والبيض على على الدقيق بتاعي كده بالطريقه دي. هبتدي بقى بالاسباتولا واقلبهم معايا في الوقت ده كوبايه ميه كبيره جنبي علشان ازود الدقيق بتاعي، لان انا حاطه كوبايه وطبعا الدقيق هيعوز اكتر من كده. امتصاص الدقيق للسوائل بيختلف من دقيق لدقيق يا جماعه. انا مستخدمه دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق للمخبوزات عادي جدا، اللي موجود عندك اشتغلي بيه، سايب من عند العطار. هبتدي اقلبهم كده كويس بالاسباتولا، وكل ما الدقيق بتاعي يعوز اديله حبه بحبه، ما تنزليش بالميه كلها زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى في المرحله دي اشيل الاسباتولا واشتغل بايدي. انا تقريبا خدت كوبايه الميه كلها. تنزليش بالميه كلها مره واحده. انا عايزه العجينه بتاعتي بتلزق، مش عايزه العجينه بتاعتي يابسه، ومش هعجن مده كبيره خالص. هتشوفوا شكل العجينه مش هتاخد منك بالظبط 5 دقايق عجن. هنا كانت في نص مرحله العجين. شايفين العجينه بتلزق ازاي. هنزل عليها بقى بمعلقتين الزيت اللي انا كنت راكناهم، اللي هم من ال4 معالق زيت. خدت 2 الاول على الخليط ودول 2 في نص العجين. الخطوه دي بتفرق معاكي جدا في المعجنات، وبتخلي المعجنات بتاعتك تطلع منك سهل، تبقى سهله في العجن، وكمان ما تاخدش منك وقت كبير وانت بتعجنيه. شايفين كده لمت معاكي مجرد ما حطيتي الزيت على طول العجينه بتاعتك لمت. كان هنا بالظبط عدى عليها 5 دقايق. هي مش هتطلع منك من الطبق لان هي العجينه بتلزق بتلزق جدا، وانا عايزاها كده علشان المعجنات بتاعتي تطلع طريه، لان انا مش هخمرها فتره كبيره. كده انا خلصت العجينه بتاعتي خلاص. شايفين شكلها زي ما اتفقنا انها بتلزق. انا ما عايزاها بتلزق، مش عايزاها يابسه. يعني بصي انا باجي اطلعها من الطبق ما بتطلعش لان هي العجينه لينه جدا. هركن بقى العجينه بتاعتي كده، مش هحط عليها اي اضافه ولا زيت ولا اي حاجه. هي كده تمام وزي الفل. هغطيها بقى واسيبها تخمر لمده قد ايه، لمده تقريبا ربع ساعه. دي اول مرحله معانا في العجين. هسركنها بقى ونرجع لبعض تاني. هنا كان عدى 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير عليها، وشايفين شكلها. ما تخليهاش تخمر معاكي فترة طويلة. هعوز ايدي زيت وهبط العجينة بتاعتي من الخمر كده. ولازم في المرحلة دي تتأكدي انك عايزة ايدك زيت كويس جدا، لان العجينة بتاعتنا بتلزق زي ما احنا متفقين. هبتدي اجزأ العجينة بتاعتي على قطع. القطع تقريبا قد حجم البرتقانة، انا ما بوزنش. حابة تصغري تكبري دي حاجة راجعالك انت. على صينية بقى مدهونة دهنة زيت صغيرة كده، وهبتدي ارص القطع بتاعتي اللي انا قطعتها من العجين بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. حاولي تخلي العجينه بتاعتك وانتي بتقطعيها ملساء من فوق علشان يطلع شكلها معاكي حلو في المعجنات.
بالطريقة دي. شايفين شكلها اللهم بارك تحفة. هخلص بقى الكمية بتاعتي ونرجع لبعض. هنا كنت خلصتها كلها على الصينية زي ما انتوا شايفين، وفي كمان كمية تانية هغطيها بقى بكيس بلاستيك واسيبها اركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه. انا مش هخمرها في المرحلة دي تاني، انا هشتغل على طول على سطح العمل. هدهن دهنة دقيق خفيفة كده، رشة دقيق خفيفة، بلاش تستخدمي زيت عشان المعجنات بتاعتك تقفل. وهبتدي افردها كده بالنشابة بايدك براحتك خالص زي ما انت حابة. العجينة سهلة وسلسة جدا وهتمشي معاكي بكل سهولة. هفردها على هيئة اسطوانة او مستطيل، مش هفردها على هيئة دايرة. كل ما بلاقي العجينة بتاعتي لزقت بقوم جاية حاطة تحتيها رشة دقيق. هفردها كده وخلاص. انا كده تعتبر هي كده كويسة جدا معايا. هبتدي بقى ايه، اجيب الحشوات بتاعتي اللي معايا. انا معايا جبنة، معايا لانشون، ممكن تستخدمي مربى نوتيلا اللي عندك اشتغلي بيه، ممكن تستخدمي لحمة مفرومة، فراخ، اللي عندك اشتغلي بيه، مش توقفيش نفسك على اي حاجة. هبتدي بقى احط الجبنة اللي معايا بالطريقة دي. انا الجبنة اللي معايا دي جبنة براميل حادقة فمش هكتر منها قوي، وهنزل عليها بقطعتين لانشون بالطريقة دي. وهحط كمان معايا زيتون، وهقفل العجينة من الجناب واضغط عليها كويس واتأكد ان العجينة بتاعتي قافلة. اظن الطريقة سهلة جدا وموضحة نفسها. هديها تجزئات خفيفة كده وابتدي الف العجينة. مفيش اسهل من كده حاجة ممكن تعمليها، وشكلها بيطلع تحفة على صاج مش مدهون اي حاجة بقى. وهحط المعجنات بتاعتي. هنا كنت خلصتهم كل الكمية بتاعتي كلها، ودول اول حاجة انا عملتها اللي هم قدامي ابتدوا يرفعوا. هغطي بقى المعجنات بتاعتي واسيبها ترفع مدة 10 دقايق وهنرجع لبعض تاني. هنا كان عدى عليها بالظبط 10 دقايق. شايفين شكلها اللهم بارك تحفة. العجينة بتاعتي خمرت كويس جدا. هجيب بقى الخليط اللي انا هدهن بيه الوش، اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن صفار بيض حط عليه معلقتين 2 خل. ممكن تستبدليه بايه، ممكن تستبدليه بشوية مية عليهم معلقة سكر، أو ممكن تستخدمي بربع كوباية مية وعليها معلقة عسل أسود، أو ممكن تسيبيها من غير دهان خالص. هتطلع برضو النتيجة معاكي حلوة وزي الفل. هدهن المعجنات بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. في الوقت ده الفرن بتاعك بيكون بيسخن على درجة 220 أو أعلى درجة عندك. هتاخد معاكي في فرن البوتاجاز تقريبا 15 دقيقة. لو الفرن بتاعك بيشتغل من فوق وتحت كل شوية هتقلبي الصاج. لو انت الفرن بتاعك بيشتغل من تحت بس هتقلبي الصاج برضو، اول ما القاعده بتاعته تحمر هتشغلي الشوايه. اهم حاجه ان تدخليها على رف اوسط وكل شويه تتابعيها وتديري الصاج. انا خلصت الدهان بتاعي زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. انا هسويها في الفرن الغاز برضو سخن من قبليها ب10 دقايق زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هحطها بقى في الفرن بتاعي، ناره بتبقى واطيه كده او مايله للوسط، وكل شويه هقلبها. شايفين شكلها في الفرن. هتاخد لها قد ايه، تقريبا برضو 10 دقايق في الفرن الغاز لان الفرن ده حامي. هنا كانت بعد ما طلعت بغطيها واسيبها تهدى كده شويه. اول ما تطلع بغطيها واسيبها تهدى. شايفين شكلها وسواها غنيه جدا وطريه زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. المعجنات بتاعتي هشه وسواها من تحت ومن فوق اللهم بارك تحفه. اظن الصوره بتتكلم عن نفسها. شايفين انا قطعتها معاكم. هتحطيها بقى في اللانش بوكس بتاع اولادك، هتحطيها فطار، لو حابه تفرزيها حطيها في اكياس وحطيها في الفريزر. وشايفين طريه ازاي وقطنيه. اتمنى ان وصفتي النهارده تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين الفطاير بتاعتي اللهم بارك. دمتم في رعايه الله وحفظه. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.